دولار عبد الرحمن بركات، موظف في البنك الإسلامي العربي بدائرة مراقبة ومتابعة الائتمان. احنا زي ما حكينا بالأساس انه هيئة الرقابة الشرعية الموجودة لدى البنك وحسب تعليماتها طلبت انه احنا يجب ان نؤمن لدى شركة تأمين إسلامية، وعلى مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة لا يوجد سوى شركة تأمين واحدة اللي هي شركة تكافل للتأمين. وعندنا كان في أكثر من حالة وفاة لدى البنك الإسلامي العربي من الأشخاص اللي كانوا خاضعين للتأمين على الحياة لدى شركة تكافل، وتعاونوا معنا بشكل إيجابي في عملية سداد اللي هي التعويضات اللازمة حسب الاتفاقية الموقعة مع شركة التكافل للتأمين. كان في نوع من الاستجابة ممتازة حسب العقد الموقع معه. فالحمد لله رب العالمين لحد هاي اللحظة ما واجهناش أي مشكلة في التعامل مع العملاء أو مع شركة تكافل في معالجة أي خلل أو تعويض كان مقترح. طبعا أنا بشكر شركة تكافل على تعاونها معنا، وبتمنى إنها تتعاون أكثر وأكثر.